على كل حال اجي للموضوع المهم بقى، موضوع ما الذي بين الجزائر والسعوديه. اللي حصل ان امبارح وانا قاعد معاك هنا كان في فيديو اتذاع لعبد الناصر بيتكلم على الجزائر وحش، بيقول ان الجزائر ما ساعدتناش في حاجه. تعرفش مين اللي طلع الفيديو ده في التوقيت ده عشان يهين الجزائر؟ وانا امبارح زي دلوقتي قلت بالنص كده ان يا جماعه الفيديو ده متاخد من سياقه، الفيديو ده سياقه فتره زمنيه محدده، الله اعلم كانت العلاقه بين عبد الناصر والجزائر عامله ازاي، لكن ما استمرتش الجزائر ما تساعدناش. ده اللي انا قلته امبارح. فالناس النهارده بقى راحوا مطلعين فيديوهات لعبد الناصر وهو بيقول ان الجزائر ساعدتنا بطيارات وحاجات من دي بالارقام اهو. طلعوا فيديو لعبد الناصر اهو بيقول فيه هل ساعدت الدول العربية بعد مؤتمر الخرطوم سنة 67 أي مساعدات مالية؟ اتكلمنا في هذا في مؤتمر الرباط، وقريت الكلام اللي طلع في مؤتمر الرباط، وكان باين ان اكثر الدول لا تستطيع انها تساهم او تساعد. ولكن نتيجة لمؤتمر الرباط الكويت دفعت 10 مليون جنيه، ليبيا دفعت 10 مليون جنيه، بعد كده الجزائر ادتنا بعض الأسلحة، هم كانوا تعهدوا ب 40 طيارة وادونا 16، وفي 4 موجودين هناك في خلاف عليهم، وقالوا ان عندهم تعاقد مع الاتحاد السوفيتي على 20 يدون. ادونا 100 دبابة 100 دبابه و20 طياره، يعني الجزائر ادت لعبد الناصر. ليه السعوديه بقى، او ليه اللي طلع الفيديو، بلاش اقول السعوديه، ليه اللي طلع الفيديو الاولاني قال ان عبد الناصر جايب الفيديو لعبد الناصر فيه بيقول الجزائر ما ساعدتناش بحاجه؟ ليه؟ لمصلحه مين؟ وليه خدت الفيديو من سياقه؟ ودي حركات الوسخه بتاع الامن العربي، جهاز المخابرات العربيه والاعلام العربي، انه فجاه تلاقيه راح قص فيديو كده ويذيعه لك على ده الحقيقه. ايوه بس الفيديو له سياق. طب ما دي عبد الناصر نفسه قاعد اهو بيقول الجزائر ادتنا 20 طياره و100 دبابه وبتتفاوض مع الاتحاد السوفيتي على 20 طياره كمان هتجيبهم لنا. ده الكلام اهو. ليه بقول لك، ليه انا بقى بتكلم على السعوديه؟ ليه انا بتهم ان السعوديه هي اللي ورا الحمله دي؟ هقول لك بالنص بقى. بص يا سيدي بقى، السعوديه ورا الحمله دي لان انا شفت مجموعه فيديوهات. اولا قناه العربيه هي اللي عامله الشغل ده كله، ده مبدئيا، ودي قناه العربيه دي بتاعت محمد بن سلمان، ده الفيديو الخاص لمحمد بن سلمان. فقناه العربيه عامله فته على القصه دي. فانا بقول لك بالنص اهو ان السعوديه. ليه بقول لك السعوديه؟ بص الفيديو ده، الفيديو ده لاحد المذيعين السعوديين على قناه العربيه، جايب الاستاذ عماد جاد المصري، وبعدين عماد جاد بيتكلم كلمه كده، فلاحظ بس المذيع قال له ايه بقى؟ قال له يقصد الجزائر. المذيع اسمع كده الفيديو عشان تعرف ان قناه العربيه هي اللي طلعت ورا الحفله دي. بص يا سيدي، ادي الفيديو اهو، وادي عماد جاد بيتكلم، بس انا اهو 60 كان حالم، كان ضابط شاب، ركز بس في اللي هيقوله المذيع. كان لديه إيمان بالقومية العربية وبالزعامة وبالوحدة العربية وما إلى ذلك. ثم جاءت 67 وما حدث خلالها من، كما قال الراحل في أحاديثه، أنه بعض الدول العربية ما استجابتش ليه، ذكر الدول العربية بالاسم. طيب قالوا ما بعتولناش حاجة وطلبنا كذا. الجزائر. الجزائر والعراق وسوريا. سمعت الراجل قال له ايه؟ قال له ذكر بعض الدول ما ادانوش حاجه، قال له الجزائر. ايوه بس ما هو قال السعوديه مع عبد الناصر في السياق، قال السعوديه ما ادناش حاجه. الفيديو اللي انا يعني هنا، الفيديو اللي انا عرضته لك ده عبد الناصر بيقول فيه بالنص كده ان السعوديه ما ادتناش حاجه. الفيديو كملوه، الفيديو بيقول السعوديه ما ادتناش حاجه. ادي عبد الناصر اهو وهو بيقول السعوديه ما تدتناش حاجه خالص، ما ادناش اي حاجه نهائي. ده الفيديو ده عدد من المدافع والعربات المدرعة. اسمع. كان فيه وعود من المغرب ب10 مليون جنيه موجودة في اتفاقية مع
الاتحاد السوفيتي، ولكن لغايه دلوقتي ما حصلش اي حاجه. كان في ايضا وعود ان السعوديه هتدفع 5 مليون جنيه نتيجه مؤتمر الرباط. ما فيش اتفاق على هذا الموضوع. هم بيقولوا انهم لم يتعهدوا. طبعا يعني ده السعوديه، يعني عبد الناصر في الفيديو ده بيقول ان السعوديه تعهدت له ب5 مليون جنيه، وقالوا ان هم يعني مش عايزين حاجه، مش هيدفعوا حاجه. يعني في نفس المرحله التي ذكر فيها عبد الناصر ان الجزائر ادت له 20 دبابه 20 طياره و100 دبابه وعدد من الاسلحه، في نفس الفيديو ده اللي هو ده عبد الناصر بيقول بالنص كده ان الكويت ادت له 10 مليون ومش عارف مين اداله 10 مليون، ولكن السعوديه والمغرب ما ادالوش حاجه. المغرب لحست كلامها والسعوديه لحست كلامها. ليه المذيع السعودي بتاع قناه العربيه لك ذكر الجزائر؟ ما هو ذكر السعوديه برضه، ما هو ذكر السعوديه انها ما ادتوش حاجه. بلاش كده. على قناه MBC السعوديه بيطلع المذيع عمرو اديب بيجيب ابن عبد الحكيم عامر وبيجيبه على الهوا وبيقول له ان السعوديه ما عملتش حاجه. الناس بتقول ان الجزء ده اتقص من الحلقه في الاعاده، الجزء بتاع الحكيم عامر بتاع ابن عبد الحكيم عامر وهو بيتكلم على ان السعوديه ما عملتش حاجه اتقص. لاحظ بقى على الهواء مباشره عمرو جايب ابن عبد الحكيم عامر بيتكلم، ولما ابن عبد الحكيم عامر قال السعوديه اسمع عمرو قال له ايه. بص لاحظ بس، لاحظ. ابص الفيديو اتشال والله العظيم، شالوه. اتشال والله، انا كنت جايبه. شالوا الفيديو اللي كان بيقول فيه ابن عبد الحكيم عامر والسعوديه وعدت وما عملتش حاجه. فعمرو السعوديه مش هتعمل حاجه، بيقول السعوديه ما فيش دوله هتحارب غير مصر، لان الدول العربيه وقتها ما كانش عندها حاجه، لا السعوديه عندها حاجه ولا حاجة. فراح عمرو اديب طلع قال له وقتها ابن الحكيم عامر قبل النص كده مصر هي اللي لازم تحارب، لان الدول العربيه وقتها ما كانش عندها حاجه تحارب بيها ولا السعوديه عندها حاجه. راح عمرو اديب قال له لا وقتها. الفيديو اتشال. الناس بقى قال لك الفيديو ده اتقص من الحلقه. انا شفته والله، بس انا فوجئت انه اتشال اهو، انا شايله اهو. الفيديو اتشال من على اكس رسمي. بص تفتح الفيديو تلاقيه بيقول لك ايه. بص الفيديو بتاع عمرو اديب بتاع ابن عبد الحكيم عامر وهو بيقول انه السعوديه ولا تقدر ولا تعمل حاجه ولا كان ليها ما كانش ليها لازمه، ما كانش ليها عازه. الفيديو اتقص من اعاده الحلقه بتاعت عمرو اديب، فالناس راحوا جابوا الفيديو وقال لك ده الجزء اللي اتقص من الحلقه. دلوقتي بفتحه اتشال من على اكس خالص. كل الحكام العرب رموا بياضهم انهم لن يفلقوا شيء ضد اسرائيل. على اي حال، ليه بقول لك بقى ان قناه العربيه؟ لانه الناس ماسكه قناه العربيه واقول لهم طب ما عبد الناصر زي ما اتكلم على السعوديه على الجزائر الرجعيه العربيه قال كده على السعوديه. تشعر بنهايتها. ملك الجواري وملك الحريم بيعمل ايه؟ هل هيسكت؟ ملك الجواري اللي كان بيقول السنه اللي فاتت انه هينقل المعركه لقلب القاهره لقاها جايه له من تحت في اليمن، بيعمل ايه؟ طبعا بيتجنن. ملك الجواري اللي دفع 7 مليون علشان يسيطر على سوريا، لا ركبه ثابت من اليمن ولا ان الخرطه واقعه وان هو جاي الدور عليه. ده عبد الناصر بيجيب سلاح. ده عبد الناصر لما شتم السعوديه. محاضرات حصرية تاريخ الفن الليله او ليلي. اذا الناس قناه العربيه يبدو ان هي عايزه تخبط في الجزائر، فتستدعي فيديوهات لعبد الناصر وهو بيتكلم على الجزائر. وانا قلت الكلام ده امبارح. ده